النهاردة هنتكلم عن شخص برغم التحديات برغم الظروف قدر يوصل اللي هو عايزه ويقدر يساعد اللغة العربية في التجديد بالإنشاء والتطوير، ولقد تم حفظ القرآن الكريم كاملا وهو مصابا بمرض العمى. معنا ونقدم لكم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. ولد طه حسين في 15 نوفمبر عام 1889 في الوقت وبالتحديد. لقد طه حسين هو سابع اخواته، يعني هو كان السابع في اخواته. تمام. طه حسين كان اصغر اخواته. ولقد طه حسين ولد 15 نوفمبر عام 1889 في قرية الكيلو مركز مغاغة محافظة المنيا بصعيد مصر. كل ده عمله طه حسين. أبوه كان موظفا صغيرا في شركة السكر. ولقد أصاب طه حسين بمرض الرمد الذي أدى إلى فقدان بصره كاملا في السنة الثالثة من عمره تقريبا. بدأ طه حسين التعلم في كتاب القرية سنة 1902، وذهب إلى الأزهر الشريف عام 1902 لكي يكمل تعليمه، ولقد يتم حفظ القرآن الكريم كاملا متكاملا. هو برضو طه حسين ما كانش عاجبه الطرق التقليدية بتاعت التعليم اللي كانت في بلده، عشان كده ذهب إلى جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة حاليا عام 1908. ذهب إلى جامعة القاهرة، وبعد ما ذهب إلى جامعة القاهرة عام 1908 لكي يدرس أصول الدين واللغة العربية والفلسفة والمنطق في جميع المجالات المختلفة، لقد أول جامعة منحتها الدكتوراه جامعة القاهرة للدكتور طه حسين عام 1914. الرسالة اللي هو عملها عام 1914 بعد ما خدوا الدكتوراه من جامعة القاهرة رسالة مهمة جدا، رسالة ابن العلاء العمري اللي كان مشتهر في كتبه بالفلسفة وكتبه المنطق وكتبه في اللغة العربية في التجديد والإنشاء والتطوير. وبعد كده ذهب طه حسين إلى فرنسا في بعثة علمية لجميع الناس، وهو هناك اتعلم اللغة الفرنسية في جامعة مونبلييه، ثم التحق بجامعة السوربون في باريس. ولقد هناك الحاجات اللي هو عملها، وبعد ما رجع لمصر وقبل ما يرجع لمصر عمل حاجات كتير جدا مهمة هناك. في 1919 ثم حصل على دبلوم دراسات عليا في التاريخ القديم عند مين؟ عند فرنسا. سنة كام؟ سنة 1919. بعد كده في 1919 هو كان اصلا ماشي بفكره جامده جدا عند فكره ابن خلدون في تحقيق التعاون الاجتماعي لتحقيق المصالح المشتركه. تزوج من السيده الفرنسيه سوزان بيرسو التي قد ساعدته في حياته العلميه وجميع حياته الذاتيه لتطوير مهاراته المختلفه. ثم طه حسين عاد إلى مصر وتولى مناصب عديدة، وخاصة في مناصب وزارة التربية والتعليم بوزيرا لناظر المعارف من سنة 1950 إلى 1952. احنا لقبناه، كان لازم كان يتلقب بلقب عميد الأدب العربي، لأن هو ساعد اللغة العربية في التجديد في الكتابة وجميع الأصول التنويرية. حتى من أهم كتب طه حسين كتاب حديث الأربعاء، كتاب الأيام، كتاب على هامش السيرة. قد رحل عن عالمنا العالم طه حسين عميد الأدب العربي في اللغة العربية والكتابة وأصل التنوير. لقد رحل عن عالمنا في أكتوبر عام 1973 عن عمر ناهز 84 عاما. عشان أفكرك إن طه حسين عميد الأدب العربي وعمل حاجات كويسة كتير، الراجل ده كان أعمى بصر وقدر يحقق إنجازاته. إحنا الشباب المصريين مش عارفين نحقق أي حاجة. انت بتشوف وماشي على رجلك وبتروح شغلك بس ما بتفكرش في مستقبلك. خلي عندك السكسسفول بتاع ان ذا فيوتشر بتاعك، انت المستقبل الناجح اللي انت عايز تحققه حطه في دماغك عشان تعمل رول موديل لنفسك، عشان تعمل ستوريز لنفسك، تعمل قصة لنفسك، تبني نفسك، تطور ذاتك من نفسك. ليه ما نعملش زي طه حسين؟ ليه ما نعملش زي احمد زويل؟ ليه ما نعملش زي سميرة موسى؟ مؤمن بعد كده هيتكلم عن العلماء القديمة، هتكلم العبقري هيتكلم عن العلماء التاريخية. وعايز انهي الحلقة، روح اتفرج على الفيديو القصير اللي موجود على اليوتيوب عشان اشوقك للفيديو ده.